موقع ساعة بريس هنا بتجزئة تل الزكينة الشطر الثاني. مشروع أفقد الكثيرين ثقتهم في السكن، في إيجاد سكن حقيقي من أجل لقمة العيش. إذا هذا المشروع الذي صراحة كلف عددا من المواطنين أموالا بالغة، نرى أن الساكنة اشتكت أخيرا من مشكل، هو أن المكتب الوطني للماء رفض أن يجهز للمستفيدين من هذه التجزئات إيصالهم أو توصيلهم بشبكة الماء. يبقى التساؤل هنا، لماذا هذا التعنت وهذا الرفض الذي يبديه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول مد الساكنة التي ستقطن هنا بهذه التجزئة بالماء؟ إذا كما نلاحظ هي مجموعة من الساكنة أعدت دورها السكنية، لكن الساكنة أوقفت إشغال البناء. لماذا أوقفت إشغال البناء؟ لأنها تلقت ردين. الرد الأول كان من وكالة العمران التي تتحمل جزءا من مسؤولية كذلك في هذا المشروع، وكذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوجدور. يعني أنه عدد من المستفيدين طرحوا سؤالا وطرحوا عدد من التساؤلات حول لماذا لا يريدون مد هذه التجزئة بالماء الصالح للشرب. فكان المشكل هو مشكل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أننا سلمنا يعني قمنا بتسليم التجزئة يعني 100%، لكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب له رأي آخر، ويقول بأن التجزئة وأن وكالة العمران لم تنهي أشغالها بهذه التجزئة. أن الساكنة اشترت السمكة في البحر، يعني اشترت الممنوع. عندما نتحدث عن تجزئة تسلم للمستفيدين شريطة أن تكون كل الأمور منتهية، يعني كالصرف الصحي، كالكهرباء، كالماء. يعني الكهرباء كاين وشوف الكهرباء كاين، لكن الماء الصالح للشرب